جيبي ربطه نعناع وحبيبات قارص وحضري احلى كيكه الموخيتو، ريحته تعبق بالنعناع وبنه القارص. واللي يحبوا لي طارطو سيترون والقارص اون جينيرال هاد لو غاتو راح يعجبهم بزاف. نحي الورق تاع النعناع ونوزن قيس 30 غرام، جاني قيس بول صغير معمر. هنا السكر درت اكثر من نص كاس، عمرو حتى للنص وزيدوا عندوا كيس عطر الفانيليا، 3 حبات بيض والميكسي كلش بالبغا ميكسور. لازم كامل هذاك النعناع يترحى وتتحصلوا على خليط خضر ويعبق بريحه النعناع. نزيد 6 مغارف كبار زبده، ذوبتها خليتها تبرد قبل ما نزيدها. وهنا درت 6 مغارف كبار ماء، رشه ملح ونحرك مليح حتى يتجانسوا المكونات. نزيد الفرينه درت 240 غرام، بالكاس يجيكم كاس ممسوح والكاس الثاني ما يكونش معمر حتى الفوق. نفرغ كيس تاع خميره الحلوى، نخلطها شويه مع الفرينه قبل ما نبدا نحرك. نفرغ لاباغايا كيك في ان مول، تحبوا ديروه مدور درتو في هذا المول كاري القيس تاعو 24 سنتيمتر ويطيب حوالي 25 دقيقه في الفوغ، سخنته من قبل على 170 درجه. نجوزو لا كريم وسيترون، عصرت القارص قيس كاس وربع، وهذاك ربع تاع الكاس زدت عمرته بالماء حتى للنص. وهنا عبرت بنفس الكاس اللي وجدت به لو كيك اللي الحجم تاعو 220 ملل. نزيد لا مايزينا، هنا استعملت لا مايزينا تاع المرجان لانها صراحه معروفه بالجوده تاعها العاليه في كل منتجاتها. نزيد مغرفه كبيره ونحرك مليح. من جهه اخرى نخلط مليح 4 حبات بيض مع كاس سكر، ومن بعد نبدا نفرغ عليه غير بشويه لو جو سيترون مع لا مايزينا. نكمل نعاود نفرغ كلش في الكاسرونه ونحطها فوق النار ونكمل نحرك حتى تعقد الكريمه، غير تغلي نحيها من النار. ونزيد لها مغرفه كبيره ونص زبده ولا مارغرين. وهنا ما بقى لي غير نفرغ الكريمه على الكيك ونحطها في الفريجيدر حتى تبرد والكريمه تشد روحها. بعد ما بردت ربيت عليها شويه لوزات دو سيترون والكيكه راهي واجده، جربوها راح تعجبكم.